السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة. ان شاء الله النهاردة عاملين كده وصفة سريعة للناس اللي مش بتحب الجبنة القريش. كتير مننا مش بيحبها ولا بيحب طعمها كده سادة. لا، هنعمل لكم النهاردة ان شاء الله سلطة الجبنة القريش. مش هتخلي طعم الجبنة القريش كده باين قوي، لا، المكونات اللي احنا هنضيفها هتخلي طعمها حلو جدا. جبنا كام خرطة كده من الجبنة وقطعناها، وبعد كده هنحطها في الكبة. وهنا انا بحطها في الكبة اليدوية. بتبقى سريعة وبتنجز معايا. بعد كده حطينا مج كده من الحليب عليها، وكمان ربع معلقة بقى من البابريكا. اول حاجة شوية بهارات يعني من عندنا كده، اول حاجة بابريكا، وبعد كده شوية من الفلفل الاسود، وربع معلقة من الثوم البودر. وكمان عليهم قطعنا كده طماطمايه من عندنا. طماطمايه وسط يعني على حسب كمية الجبنة اللي انتي مستعملاها. وكمان فلفل الوان نقطعه برضو على الجبنة دي كده، اصفر واخضر واحمر. ولو عندك اي خضرة بقى، انا كان عندي بقدونس برضو، خدت كام عود كده وهبدأ ان انا اقطعه على الجبنة. وفي الاخر رشة ملح كده، لان الجبنة بتاعتي كانت دلعة. لو الجبنة بتاعتك حادقة ما تحطيش ملح. وبعدين ضربتها ضربتين كده بايديا لحد ما نعمت معايا خالص، وكل المكونات اختفت اهي في الجبنة. كده خلاص عملنا سلطة الجبنة. تعالوا بقى نحطها كده في الطبق بتاعنا، وشوية كده بقى من زيت الزيتون على الوش علشان نظبط المسائل كده، وتبقى احلى جبنة هتدوقوها زي ما انتوا شايفين كده. حاجة كده تحفة. شوية بقى زعتر من على الوش كده، ويا سلام. وكلوا بقى احلى جبنة. وما نقولش بقى ان هي جبنه قريش، نقول دي سلطه جبنه، ومش هيكتشفوا خالص ان دي جبنه قريش. طعمها تحفه اللهم بارك. جبنا شويه عيش فلاحي جنبها كمان، يعني احلى وجبه ممكن ناكلها. فطار بقى، عشاء، هتنفع في كل وقت زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت وصفتي النهارده لسلطه الجبنه القريش. يا ريت تجربوها وقولوا لي رايكم فيها، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.